ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه كده بداتها معاكم ان انا حضرت كده كوبايه القهوه بتاعتي، علشان بجد كنت محتاجه اشرب كده كوبايه قهوه كده تظبط لي كده الدماغ بتاعتي وتنشطني كده وتفوقني. فعملت كده كوبايه القهوه دي، وعايزه اقول لكم كانت عظمه بجد. انا بستخدم بن بستخدم بن ابو عوف، وبعملها كمان من غير سكر، بتكون حلوه جدا وكمان صحيه، وكمان بتساعدني ان انا اخس وانزل كده في الوزن بتاعي، علشان بتخليني يعني ما بتاكليش كتير. بس انا ما باخدهاش كده على اول الصبح، بشربها كده في نص اليوم او بعد ما بفطر يعني. وكده بفطر ايه؟ لو حابين تعرفوا النظام الغذائي اللي ماشي عليه اكتبولي في الكومنتات، وهكتب لكم في الكومنتات، يعني اعمل لكم فيديو بيه. بصوا كده، انا كنت منقعه كده فول كده من بالليل. وهنا كنت الصبح زي ما انتم شايفين الفول كده انتفخت كده خالص كده ونفشت، فحطيت لها كده ميه مغليه من الكتل، وهشغل عليها النار. هتاخد معاكي الفول مش هياخد معاكي ساعه كده على النار، وهتلاقيه بقى زبده واستوى ومش هياخد منك اي وقت. بجد جربي انك تنقعي الفول بتاعك من بالليل. انا كنت نقعته كده تمام وظبطته كده وخليته 10 كده على 10. هديت النار كده، خليتها كده شمعة شمعة كده، وزي ما انتم شايفين هو بدأ كده ان هو يغلي. فخلاص كده انا هديت النار. واهم حاجة ناخد بالنا ان الحلة كلها بتغلي، مش في جزء بيغلي وجزء مش بيغلي، كلها بتغلي. من اهم اسرار نجاح الفول انك ما تقلبيش فيه كتير، حطي له الميه بتاعته من الاول للاخر، ولو احتجتي ميه زياده ضيفي ميه من مغليه، ما تضيفيش ميه من الحنفيه. الفول بتاعك هيبوظ ومش هيبقى كويس. الفول ده انا مش حاطه له عدس ولا ليمون ولا طماطم ولا جزر ولا اي حاجه، فول بس. جربي طريقه الفول دي وبجد هتدعي. زي ما انتم شايفين كده لون الفول بجد تحفه، وكان خطير بجد كده. بصوا عايزه اقول لكم بجد الكاميرا كمان كانت ظالمه لون الفول من كتر حلاوته، من كتر ان هو فول برضو. كمان انا جايبه فول نوع كويس. فبصوا شايفين كده نوع الفول بتاعي يعني بجد تحفة. جربي طريقة الفول دي هتعجبك جدا، وكمان هتنفعك. انا بعمل كمية، دول كانوا كيلو. انا باخد منه مثلا الاكل بتاعنا، وبشيل كده في اكياس كده للفريزر وجبات، ولما بحتاج بطلع منه الكيس بيكون جاهز، بعمله كده خلطة زي ما انتم شايفين. هعمل كده فول بالطماطم والفلفل، بيكون تحفة وخطير جدا بجد. جربوا طريقة الفول دي من غير بصل ولا اي حاجة، هو طماطم وفلفل وزيت. اول حاجة كده حطيت طاسة كده على النار، اول حطيت فيها حبة زيت، واول ما بدأت تسخن شوية كده نزلت عليها بال بالفلفل بتاعي والطماطم. انا هحط الاتنين مع بعض، وهفضل كده اقلب فيهم لحد ما الطماطم كده تنزل كده المية بتاعتها وتسكر كده، وارشلها بس رشة ملح، مش هضيف لها اي حاجة تاني دلوقتي. هنبهر الفول في الاخر بس مش دلوقتي. وطبعا انا الفول بتاعي اول ما دخل في السوا حطيت له طبعا الملح بتاعه، وبحب احط له سنه فلفل احمر، بتديله كده ريحه حلوه، واحنا يعني ايه بنحبها وكده. وعذرا على البوتاجاز بتاعي المتبهدل، لسه هغسله. انا مش من عادتي يعني ان انا بخليه يتبهدل، بس الفول طرطش يعني، طبعا بيطرطش كده، فكان عايز يتنضف يعني كده. فانا قلت اكمل معاكم الفيديو. بعد كده هغسل كده البوتاجاز واظبط الرخامات بتاعتي، واظبط كده كل حاجة عندي عايزة تتظبط بظبطها. بس هنا بصوا انا هبتدي كده ايه اسيب كده الفول في حبة الزيت دول لحد ما الطماطم كده تتسبك بتاعتي، وتكون كده ايه 10 كده على 10. تنزل كده كل المية اللي فيها وتتسبك، رشلها بس رشة ملح. الملح ليه؟ الملح هيخلي الطماطم تدبل بسرعة يعني وكده، يعني تتسبك معاكي بسرعة. انا ليه حطيت الطماطم مع الفلفل؟ عشان انا عايزه ادوق طعم الفلفل، مش عايزه الفلفل بتاعي يتحمر، لا انا عايزه ادوق طعم الفلفل متكرمل كده مع الطماطم. بيكون كده ليه نكهه حلوه جدا في الفول. بس انا مش هعمله بطحينه ولا اي حاجه، هعمله كده فول بزيت وطماطم وفلفل بس.
لو انت بتحبي الفول بطحينه حطي، بس انا بصراحه احنا بنحبه كل حاجه، بس انا ما كانش معايا يعني طحينه وكده، فعشان كده ما حطيتش. اوقات بعمل فول بزيت حار، اوقات يعني انا يعني في الفول كده بنبدع، بنحب نعمل كده وصفات، يعني كل مره كده بنغير وبنعمل حاجه كده ايه مختلفه عن الحاجه كده اللي قبلها. فالمره دي قررنا ان احنا هنعمل الفول بالطريقه دي. بس هبتدي كده اشوح كده ال- الطماطم والفلفل زي ما قلت لكم كويس جدا، ونرش عليهم شويه ملح. وهتبهري الفول بتاعك بايه بفلفل اسود وسنه كزبره شويه صغيره جدا، شعرايه كده زي ما بيقولوا، وشويه من حطيت ايه فلفل اسود وكزبره وشويه فلفل احمر صغيرين. لو انت مش حابه انك تخليه حراق ما تضيفيش، يعني براحتك، يعني حطي فلفل رومي يعني. لو لا انت بتحبيه حراق شويه زي حالاتي كده حطيله. بس وهنا زي ما انتم شايفين الفول بتاعي، طبعا انا نزلت برضو عملت الفول ونزلت عليه. بعد كده ما الفول بتاعي اتسبك زي ما انتم شايفين، سوري الطماطم بتاعتي كده اتسبكت كويس جدا. وحسيت كده ان هي الايدام بتاع الزيت ارتفع كده وبقى على وش الطماطم كده من فوق والفلفل. هنزل كده بالفول بتاعي، وزي ما تكون كنت بهرت كده البهارات اللي انا عايزه اضيفها وبهرتها يعني وكده. هنزل كده بالفول بتاعي وهحطه وهقلبه كده، ومعايا كده الهراسة بتاعت الفول هضيف كده عليها. يعني ههرس كده الفول بتاعي حاجة كده بسيطة، هو مش مستحمل اصلا لان انا مسوياه كويس جدا، فمش محتاج ان هو ابني يعني اهرسه كتير، لا حاجة بسيطة كده. طبعا انا عملته معاكم في فيديوهات سابقة كده ان انا ضربته بالهاند بلندر. ايوه اوقات احنا بنعمله كده زي كأنك ضرباه كده بالخلاط، بيكون تحفة وطعمه عايزة اقولكم بيكون خطير لما بتحطي له طحينة وزيت كده زيت الحار ده. عايزة اقولك بجد بجد بتاخدي طبق فول كده عظمة. بس انا المرة دي يعني في الكيس ده قلت كده تغيير يعني وكده، فنعمل حاجة كده ايه مختلفة، فحبينا كده ايه نغير يعني المرة دي فعملته بالطريقة دي. لكن انا اوقات كده بعمله، لو عايزين تجربوا واعمله لكم في مرة هنزل لكم فيديو في الفطار الجاي انا وبعمل كده الفول بالطريقة دي. بصوا ده شكل الاكل. فتحت شيبسي كده حاجة بسيطة وجرجير كده وشوية بصل وفلفل وطماطم وليمون وبس، ده كان الاكل بتاعي.